السلام عليكم أعزائي المشاهدين. اليوم باش يكون حديثنا على فريق الترجي الرياضي التونسي في فيديو قصير. قبل ما ندخل في الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. يرى مدرب الترجي الرياضي معين الشعباني أن إيبوكا المهاجم النيجيري صاحب 27 سنة سيكون رأس حربة ممتاز وسيعزز الخط الهجومي للنادي، خاصة أنه يمتلك قدرات بدنية وفنية ولاعب هداف. أما بالنسبة للاعب النيجيري إيوالا المعار إلى فريق بلوزداد الجزائري، فترغب إدارة الفريق في الظفر بخدمات اللاعب مقابل 300 ألف أورو، والترجي طلب 900 ألف أورو للتفريط في اللاعب. ومن جهة أخرى الترجي الرياضي يدخل في مفاوضات مع الظهير الأيسر الشاب ريان النصراوي، لاعب حر بعد نهاية عقده مع فريق أولمبيك نيم الفرنسي. أما بالنسبة للمفاوضات مع اللاعب الدولي يوسف البليلي، فهي ليست في أولويات إدارة الفريق بعد الشروط المالية التي وضعها البليلي للعودة للترجي. أما بخصوص لاعبنا غيلان الشعلاني فإصابته معقدة نوعا ما، ومن الممكن أن تنتهي مسيرة اللاعب، وحسب بعض المسؤولين يمكن معالجة إصابة غيلان في فرنسا أو قطر، والأقرب قطر. تمنياتنا بالشفاء العاجل لهذا اللاعب، فهو ركيزة من ركائز فريق الترجي والمنتخب التونسي. والسلام عليكم. إذا كان عجبكم الفيديو ما تنساش دعمنا بلايك.